اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. قبل ما نبدا الفيديو نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. لو انت لسه جديده معايا انزلي يلا اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك مني كل جديد هعمله ان شاء الله. بشكر حبايبي اللي انضموا ليا جديد، يا رب كده كل تعليق حلو بيتكتب لي يكون في ميزان حسناتكم، اللهم امين. النهارده بقى هندخل على الاكل بتاعنا على طول. النهارده هنعمل بقى حمام الكداب. طبعا قطعت البصله بشكل صغير زي ما انتم شايفينه، ورحت نزلت كده بمعلقه سمنه بلدي، وبعد كده يا بنات رحت حطيت حبه زيت علشان خاطر بقى عشان يدي الرز بس. وهنا كنت بحب اظبط دماغي كده، اعمل شاي، اعمل قهوه. القهوه قاعده هديت كده مره وخدت استراحه، وبعد كده رحت بادئه يا بنات في ايه الغدا. وانا بعمل غدا بقى شربت شاي. بحب المكيفات جدا مع انها غلط، بس انا يعني مش عارفه ان انا ايه ابعد عنها، فبحاول ان انا اقلل منها على قد ما اقدر. طبعا هنا البصله بعد ما دبلت معايا رحت نازله بيه يا بنات انا هعمله حشو الحمام الكداب بالكبد والقوانص. خليكي معايا بقى للاخر علشان خاطر هوريكي حاجه حلوه قوي، طريقه جميله قوي للحمام الكداب. طبعا عشان القوانص بتاخد سوا اكتر من الكبده، فنزلتها ايه مع البصله كده تتشوح. الطريقه دي تحفه 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 تحفه. طبعا تقدري ان انت يعني تحشي بيها حمام، تحشي بيها فراخ، تحشي بيها اي حاجه انت عايزه تحشيها. تقدري تعملي الطريقه دي بالكبد والقوانص، بتبقى حلوه قوي. احنا مش هنحط كتير، احنا هنحط حاجات بسيطه يعني كده تطعم معانا الرز. تقدري ان انت تعملي نفس الطريقه، بس لو مش عايزه تعملي كبد وقوانص وهتعملي وجبه الكبد والقوانص لوحدها تمام زي ما انت عايزه. طبعا هنا نزلت معايا بالمنكهات كلها اللي معايا، ملح، فلفل اسود، كمون، كزبره. هتقولي لي هتحطي ده كله على الرز؟ استني للاخر بقى وشوفي الطعم معايا هيبقى طعمه عامل ازاي. بس بقى كده ايه بدأت ان انا ايه ادي بقى تشويحه كده ايدك فيه على طول علشان خاطر كله كده يشرب من بعضه ويبقى طعمه لذيذ قوي وحلو قوي ما شاء الله، اللهم بارك. ريحته بتبقى يعني ريحه البصله كده مع الكبد مع القوانص، ريحتها اصلا قبل ما بتحطي الرز ريحتها بتبقى قلب الدنيا. طبعا الاكله اللي احنا هنعملها النهارده دي اكله اقتصاديه حلوه قوي، وما شاء الله اللهم بارك طعمها بيبقى حلو وبتبقى لذيذه قوي. طبعا احنا بنعمل مع بعض الاكلات الاقتصاديه زي ما انتوا شايفين. اي اكله كده تيجي على دماغك، يعني اكله تيجي في بالك او اي حاجه تقدري ان انت تعمليها وتوفري فيها، وفي نفس الوقت هتبقى على قدك وعلى قد ميزانيه بيتك. طبعا يا بنات كل بيت بيمشي على مقدرته، كل بيت بيمشي على يعني بيحب ايه وما بيحبش ايه. يعني انا بديكي وصفة وانا مجرباها واثقة فيها جدا، ولو هي مش حلوة انا عمري ما هطلعها على القناة وهقولك ان هي حلوة وجربيها. وفي نفس الوقت اللهم بارك بتبقى يعني حاجة كده، يعني الشكل حلو، و يعني حاجة بسيطة ومش حاجات مقفورين فيها خالص. وتقدري لو عجبتك جربيها، ما عجبتكيش يعني عادي برضو، اديكي برضو بتكسبي يعني ايه بتاخدي فكرة وكده. هنا طبعا نزلت بالرز واديت له تقلبتين، وبعد كده حطيت مقدار المية بتاعي بعد ما حطيت المنكهات كلها وتقدري ان انتي تغيري مرقة الدجاج، تغيريها. هنا الرز بعد ما بيتشرب بديله تقلبتين وبروح موطيه عليه عشان خاطر ممكن تبقى في بنات صغيره بتتفرج عليا، يعني ايه بعرفها ممكن ما تكونش مش عارفه ان هي بتعمل ايه او تتعمل ازاي. هنا بقى معايا الاوراق اللي احنا في مشتريات الشهر بنخليها وكده، هنا متبلاها. ودي الزوار بتاعه الفراخ، الزور بتاع الفراخ بتقطعيه بالشكل ده. يعني على قد ما تقدري حاولي ان انت تحافظي عليه يكون ما تبهدلهوش ويكون نضيف خالص من جوه، مفيش غير الجلده والزور بس. تنضفيه كده وتنقعيه وتخليه بالشكل يعني حاجه كده تتاكل وهي نيه. وفي نفس الوقت طبعا عملت الفراخ دي تبلتيها ازاي؟ بصله بشرتها وحطيت عليها كل التوابل، ملح وفلفل اسود
وكل التوابل اللي عندك كده وتوابل الفراخ والسبع بهارات، وتبلي الفراخ خليها تبقى شاربة كده من التتبيلة علشان خاطر اللحم بتاعها يبقى طعمه مسكر كده وطعمه حلو قوي وانت شايفين. هنا الرز خلاص بقى كده كان اتشرب وخلص معايا. هبتدي يا بنات ان انا احشي معاكم ال الحمام الكداب زي ما انتوا شايفين. ادي الورك اهو، وانا اللي خليه في البيت وخليه سهل جدا. هتقدري ترجعي للفيديوهات بتاعت مشتريات الشهر هتشوفي انا خليتها ازاي. هبتدي ان انا احشي كده، وعلى قد ما تقدري خلي بالك ان انتي يعني ما تقطعيش، ما تجرحيش الجلد بتاع يعني الورك وكده وانتي بتخليه بسكينه كده، يعني تكون رفيعه وحاميه. وحافظي برضو على نفسك، خلي بالك من ايدك وانتي بتتعاملي مع الحاجات دي. بس هبتدي طبعا ان انا احشيه. هنا لبست الكلافز بس بصراحه ما بعرفش اتعامل بيه قوي، علشان خاطر قلت اعمل بيه وكده، فما بعرفش اتعامل بيه يعني انا اللي هاكل يعني. فعشان خاطر التصوير قلت اعمل بالكلافز، بس ما عرفتش الصراحه ايه اتعامل، فحاول ان انا ادخل كده بالراحه وبشويش عشان خاطر ما اقطعش الجلد بتاع الفراخ. بس بقى هبتدي ان انا هحشي كده، وانا طبعا هقفله في الاخر مع نفسي. انا هوريكي، ممكن اوريكي بس الطريقه بتاعته، هوريكي الطريقه بتاعته هنقفله ازاي. يعني هوريكي اللهم صل على النبي. هوريكي الزور بتاع الفرخه او الرقبه زي ما بتقال يعني بقفلها ازاي. وطبعا الحمام الكداب لو انت عندك خله ممكن تقدري ان انت تقفلي بيها، لان الطريقه اللي احنا هقولك عليها ولا هيتفتح منك ولا هتحتاجي للاسترتش ده، الاسترتش راب اللي انت تقفليه بيه، وبعد كده الورق الفويل ولا اي حاجه خالص. ما بحتاجش للحاجات دي، وما شاء الله ما بيتفتحش مني وبيبقى زي الفل. وهوريكي الطريقه برضو معايا. استني للاخر علشان خاطر تشوفي. هنا طبعا الفراخ انا متبلاها زي ما انتوا شايفين ومش محتاجه اي حاجه. انا وريتكم كده ورك انا بعمله ازاي، وهعمل معاكم برضو التاني، وبعد كده وهعمل معاكم برضو رقبه او زور، وبعد كده هوريكم في الاخر انا قفلته ازاي. وهكمل بقى الباقي كده مع نفسي عشان ما اطولش عليكم. لو انت وصلتي لحد هنا تقدري ان انت تشيري لي الفيديو لحبايبك لاصحابك على الفيس على الواتس على اي حاجه، علشان خاطر يا بنات علشان خاطر القناه تكبر بيكو. انا اتمنى بس كل اللي يسمع الفيديو ده ان هو يخش يشترك لي لو هو ما اشتركش، يعمل لي اللايك بتاعه، يعمل لي كومنت كده يعرفني بنفسه فضلا وليس امرا. يا رب كده كل كومنت بتكتبه لي يكون في ميزان حسناتكم. طبعا الافكار دي حلوه قوي لرمضان، افكار توفير، لان احنا معانا 30 يوم في رمضان. يا رب كده يعني يدخل علينا كلنا يا رب واحنا مبسوطين، وكل واحد نفسه في حاجه يحققها له ربنا، وكل واحد نفسه في يعني في بيبي ربنا يدي كل مشتاق الذريه الصالحه، اللهم امين يا رب. اشفي كل مريض يا رب كده، يجبر بخاطركم كلكم ويسعدكم ويديكم كل اللي انتوا بتتمنوه يا رب ان شاء الله. كل اللي بيسمع الفيديو واللي كمان ما بيسمعش الفيديو، لأمة محمد كلها يعني العالم كله كده يا رب. رمضان كده يخش علينا ولا فاقدين ولا مفقودين. طبعا هنا يا بنات انا خلصت حشيت كل الكميه اللي معايا. انا الشهر ده كنت جايبه 5 فرخات وخدت منهم الزوار بتاعتهم، وطلعت وركين جنبيهم علشان خاطر يعني ازود بيهم الكميه. وبيبقى والله العظيم ما شاء الله اللهم بارك حاجه كده حلوه قوي. هنا طبعا قفلت الورك زي ما انتوا شايفين. انا بحب اخيطه علشان وبعد طبعا ما بيستوي بعد ما بسلقه وكده بروح يا بنات قلياه في الزيت، وبعد ما بقليه في الزيت بروح شايله منه الخيط سحباه ولا بيبقى فيه اي حاجه. طبعا الطريقه دي بتاعت امهاتنا بقى وزي ما انتوا عارفين. ربنا كده يا رب يبارك لنا فيهم كده يا رب، واللي يعني لو حد مامته متوفيه ربنا يرحمها كده يا رب. بس انا خلصت كل الكميه وريتها لكم طبعا انا قفلتها ازاي. هبتدي ان انا اسلقها بقى، ولا احتجت ستريتش راب ولا احتجت فويل ولا احتجت اي حاجه خالص من الحاجات دي. هنا معايا ميه سخنه نزلت بيها في الصينيه دي، وهبتدي ان انا احط بقى كانها يعني حطيتي حاجه هتسلقيها، الشوربه يعني بتاعه الفراخ وكده.
الشوربه العاديه اللي بتسلقي فيها الفراخ، بس انا حطيتها في صينيه ليه؟ علشان كميه الميه هتبقى قليله معايا، مش هتفتح خالص الحمام، والحمام الكداب مش هتفتح معايا يعني الاوراق وكده. وفي نفس الوقت هي هتسويها معايا، مش هحتاج الشوربه دي يعني ان انا اسلق فيها، مش هحتاج الشوربه بتاعتها. يعني لو انت عندك شوربه او هتعملي مثلا، احنا كده كده هنسلقها، وعندنا الرز اللي احنا عاملينه هيتحط جنب الاكل ومخلل، وهتشوفوا الشكل النهائي في الاخر. بس هحط بقى طبعا كل حاجه انا بحطها في الشوربه بتاعتي. حطيت مرق الدجاج، وممكن لو انت مش عندك عادي، فعشان في ناس ما بتحبهاش حطيت ملح، حطيت فلفل اسود. طبعا انا متبله الفراخ بالبصل، فمش هحتاج ان انا احط في الشوربه بصل. عندك ورق لورا هتحطي، عندك حبهان تحطي، اي حاجه انت بتحطيها في الشوربه حطيها عادي، يعني مش هتفرق يعني ايه. زي ما انت ما بتعملي بتسلقي الفراخ، هتسلقي ايه الحمام الكداب بتاعنا. والله العظيم عايزه اقولك طعمه حلو قوي واحلى من الحمام. يعني انتوا شايفين اللي انا حطيتهم ده كله، يعني رقبه الفراخ ما شاء الله اللهم بارك. طبعا لازما لو ما كنتيش هتوفري مش هتعرفي في الغلا اللي احنا فيه ده تكملي شهرك، ولازم تقفي جنب جوزك. يعني انت هتقولي ليه ومش ليه ومش عارفه ايه، لا لازم نقف يا بنات جنب جوازاتنا. يعني هم هيعملوا ايه؟ هيعملوا ايه يعني اكتر من اللي هم بيعملوا؟ الدنيا غلا، والدنيا غلا على الكل، مش على حد بس. وربنا كده يا رب يصلح لنا الحال. الحمد لله على اي حاجه ربنا بيديها لنا، الحمد لله عليها. طبعا انا نزلت طبعا بالوراك. انا هنا كنت نسيت اصلا الفلفل الاسود، ورجعت فتحته وحطيته تاني. وهغطي الصينيه طبعا هنا ولا هتتفتح، هنا خلاص كده اتسلقت. انا شلت الشوربه منها الزياده علشان خاطر انا مش محتاجاها. انا عايزه اقولك ان كل واحده بوحدتها. وطبعا ده يعني انت خاليه العظم، فما فيش تجمعات دمويه هتبقى فيه. الزوار بتستوي بسرعه، لان الفراخ دي فراخ بيضه اللي هي التسمين، فبتستوي ما بتاخدش سلق كتير. بس لو حطيتيها في ميه بقى كتيره وحله وكده ممكن تتفتح منك، لان جلد الفراخ بيبقى خفيف قوي اول ما بيشم الهواء، فبتلاقيه فرقع بقى في الميه اللي هو فيها. لكن بالطريقه دي ولا هيفرقع ولا اي حاجه. بس وده هيبقى الشكل النهائي بتاع الغدا بتاعنا النهارده. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب كده يكون عند حسن ظنكم. طبعا انا قلت اعمل معاكم الطريقه بتاعه الحمام الكداب. يعني قلت ايه اشارك معاكم كده الوجبه دي. وجبه حلوه قوي، ممكن تكون في ناس عارفاها وناس بتعملها، وانا قلت لحبايبي اللي هم ما يعرفوهاش والله العظيم الوصفه دي حلوه قوي. لو وصلتي لحد هنا انزلي اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس على الكل علشان يوصلك مني كل جديد انا بعمله. يا رب كده كل واحد بيكتب لي كومنت يجعله في ميزان حسناتكم. وعلى قد ما تقدروا يا بنات شيروا لي الفيديوهات بتاعتي، عسى ان انتوا تكونوا يعني الشير بتاعكم ده يفرحني وقناتي تكبر بيكم. اشوفكم على خير وفي رعاية الله، مع السلامة.